السلام عليكم البنات، واهلا وسهلا ومرحبا بكم مع عماد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومتهنيين. لعشاق الكراميل والموز جبت لكم كيكه منعشه غنيه بكريمه بذوق الموز. راح تجي خفيفه وطريه وبطريقه تحضير جد بسيطه. قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا نصلي على النبي المصطفى، اللهم صل وسلم عليه. بسم الله. نشوفوا طريقه التحضير. حنبداو بصوص الكراميل. حطيت كاس سكر في كاسرونة وحطيتها على نار متوسطة. بعد ما ذاب لي كامل هذاك السكر راح نزيد عليه علبة ياغورت بذوق الكراميل، وانتي اي ذوق كان عندك تقدري تستخدميه، واذا ما كانش تقدري تبدليه بالحليب. في الاخير راح نزيد عليه مغرف مارغرين ولا زبدة ونخليها تغلي لمدة دقيقتين ونطفيو عليها. راح تكون صلصة الكراميل تاعنا جاهزة. الكيكة نتاعنا نحتاجو بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة، نزيد عليهم كاس غير ربع سكر حبيبات، قرصة ملح. نخلط الخليط تاعي مليح مع بعضه حتى يذوب كامل السكر تاعو ويبيض عندي الخليط الكل. نزيد عليهم كاس غير ربع زيت، نحطو على دفعات. انا الكاس اللي استخدمته يرفد 220 مليلتر. نزيد عليهم كاس حليب، هنا قادرة تبدلي ديري زوج علب ياغورت ولا كاس عصير برتقال، الشي اللي كان عندك، ماشي شرط لازم الحليب. نزيد عليهم الفارينة اللي هما زوج كيسان وكيس خميرة الحلوى. انا الكاس اللي استخدمته المرة الاولى هو اللي كملت به. هنايا البنات يعني كنصيحة، حاولوا تغربلوا الفارينة ولا النواش تاعكم في الكيكات ولا المخبوزات تاعكم باش يجيو خفاف. نخلطوا الخليط تاعنا مع بعضه حتى تندمج كامل الفارينة تاعنا مع السوائل. راح نتحصلوا على عجينة متماسكة، ما تجي ثقيلة ما تجي خفيفة، راح تجي بهذا الشكل بهذا القوام. نحطوه في المول اللي راح نطيب فيه بعد ما دهناه بالزبدة وزدنا له الفارينة. انا طيبته في المول العجيب، وانتي ماشي شرط لازم يكون عندك كيما هذا المول، اي مول كان عندك تقدري تطيبي فيه. راح تحصلي على فرد نتيجة. نهبط كامل الخليط نتاعي مليح، نمشي الاطراف، نحاول نسقم الخليط نتاعي مليح في المول باش نتحصلوا على كيكه متساويه. ندخلوها للفرن طيب على درجه حراره متوسطه. الكريمه نتاعنا نحتاجو كيلة بودره الشانتيي مع كيلة ناقصه ما بارد. نكوها بلاغوم ذوق البنان ولا الموز. انت هنا قادره تستغني على الماء وتعوضيها بعلبه ياغورت بذوق البنان. نخلطوا الخليط نتاعنا مليح حتى تطلع الكريمه تاعنا وتتكاثف. وكنصيحة هنا، إذا حبيتي الكريمة تاعك تطلع لك ليه حاولي تدخلي ريسيبي اللي حتخدمي فيه في الثلاجة ربع ساعة ولا 20 دقيقة من قبل. هنا الكريمة نتاعنا هنا بدات تثقل كما راكم تشوفوا. أنا حبيتها بهذا القوام. بعد ما طابت الكيكة تاعي نقلبها على الوجه الثاني باش نكمل عملية التزيين. انتي إذا كنتي حابة الكيكة تاعك تجي مشربة شربيها بنص كاس حليب، انا خليتها كيما كانت، حبيتها تجيني طريه ومقرمشه في نفس الوقت. الكريمه تاعي حطيتها في كيس حلواني باش نسهل على روحي وتجي خدمتي نظيفه. نحاول نحط الكريمه في كامل الوسط بهذا الشكل، نمشيها على الاطراف كيما راكم تشوفوا، نسقمها مليح ونفوتوا للطبقه الثانيه. قصيت زوج حبات بنان الى دوائر وعصرت عليهم القليل من القرص باش ما يكحلناش. كيما نعرفوا البنان وبزاف فواكه كي يتعرضوا للهواء يكحالوا. نحاول نستف دوائر البنان فوق الكريمه راح تجيلنا صاير داير، يعني نحطوها على الكريمه كامل كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نغطي وجه الكريمه كامل بهذا الشكل ونفوتوا الطبقه الثالثه. الكراميل اللي حضرناه مع بعضنا من قبل راح نحطه في كيس حلواني. انا حطيته في هذا تاع جوطابل، ندير له غير فتحه صغيره من التحت ونمشي على كامل الكيكه تاعي. راح نغطي كامل حبات البنات تاعنا، يعني نديرو كميه لاباس بها من الكراميل.
كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. راح تحصلوا على هذه النتيجة. الكيكة تاعي راهي واجدة. بعد ما زينتها بلوز ايفيلي على الاطراف راح نقسم لكم باش تشوفوها. جات خفيفة وطرية ومقرمشة في نفس الوقت، وبنتها جات منكهة بذوق البنان. نتمنى تجربوها وتخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم. سلام حبيباتي، إلى فيديو جديد إن شاء الله.